يلا نجربه بقى طعم. السلام عليكم حبايبنا الغاليين. طبعا مش عارفين تطبخوا من ساعه ما انا اتاخرت عليكم. يلا نعمله وصفه جديده ان شاء الله. النهارده هنعمله كبسه اللحمه. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها البصل. ننزل بالزيت، هننزل عليهم بالبصل. بعد ما البصل دبل معانا هنبدا ننزل باللحمه بتاعتنا، لحمه او فراخ يعني نفس الطريقه، تنفع للحمه وتنفع للفراخ. وننزل عليهم بالبهارات بتاعتنا، ينسون نجمه وحبهان وقرنفل وليمون مجفف ورق لوري وقرفه. ممكن نستغنى عنهم ونستخدم ورق اللوري والحبهان بس، مفيش مشكله. ننزل بالبهارات بتاعتنا. بعد ما اللحمه اتشوحت معانا كويس هننزل عليها بالكاري والكركم، وبعدين ننزل عليهم بعصير الطماطم. ونسيبوها على النار مع عصير الطماطم لمده 3 دقايق. بعد ما الطماطم قعدت 3 دقايق على النار هننزل عليها بميه سخنه عشان نسوي اللحم. نظبط الملح والفلفل بتاعها، نغطي عليه لحد ما اللحمه تستوي. الكبسه طبعا بتتعمل برز بسمتي، بس احنا هنعملها برز مصري. وعشان الرز المصري ينجح معانا في الكبسه هنحط في الطاسه شويه زيت ونشوحه ونقلبه كويس لحد ما يبقى كله يبقى سخن كويس. ننزل بالرز بتاعنا. في الرز المصري الميه تكون في مقدار عقله صبع بس، ونسويه على نار هاديه. طبعا لحد ما الكبسه تستوي هنحضر روح الكبسه وهي سلطه الدقوس. عشان نحضر الدقوس هيبقى معانا توم وفلفل وطماطم، ننزل بيهم في اي كبه او لو في الخلاط نطحنهم طحنه خشنه. وما ننساش نحط الكزبره الفريش، ونديها عصير الليمون ومعلقه خل صغيره. هننزل عليها بكمون، سن كزبره خفيفه، ملح وفلفل اسود. ننزل في البوله بتاعتنا. طبعا الفلفل اللي احنا حطيناه حار او بارد ده حسب رغبتك انت. بعد كده في الاخر بننزل عليها بشويه زيت زيتون. الرز بتاعنا بعد ما خلص نبدا بقى نرص اللحمه بتاعتنا. ننزل عليهم بقى بزداني وزبيب، عايز صنوبر، عين جمل، المكسرات اللي تحبها، وكزبره خضراء طبعا. يلا نجربه بقى طعم. نجرب بقى الطعم بسلطه الدقوس. بسم الله. طعم برضو الرز جميل، بس الصراحه مش احسن من البسمتي، يعني ممكن نديله 7 من 10. الرز البسمتي كده بيبقى خفيف وبيشرب الطعم اقوى من الرز المصري، بس مع سلطه الدقوس